ماتش الموسم، أكون أو لا أكون. ليه ماتش الزمالك وبيراميدز هو ماتش الموسم؟ ليه بقول عليه أكون أو لا أكون؟ لأن الماتش ده بصراحة بيحقق لي التارجت بتاعي هذا الموسم. ماتش بيراميدز بيخليني أحط خطوة في دوري أبطال أفريقيا، بيخليني السنة الجاية أشوف الزمالك في دوري الأبطال، في الحلم اللي أنا وكل زملكاوي موجود معايا بيحلم بيه، اني انا احصل على دوري ابطال افريقيا والعب كاس عالم للانديه. الحاجه اللي لسه ما حصلتش، الحاجه اللي لسه ما حققناهاش. هتقولي طب والدوري؟ هقول لك الدوري لسه بننافس عليه واحنا متصدرين ومكملين. الكونفدراليه بنلعب فيها ومحتاجين ان احنا نكسب الكونفدراليه ومحتاجين الجائزه الماليه بتاعت الكونفدراليه. بس التارجت بتاعي انا وممكن الناس تختلف معايا ان انا العب دوري ابطال. ماتش بيراميدز ليه مهم؟ لان انت بتحط بيراميدز تحت ضغط قبل ماتش الاهلي، بتخليهم بتقول لهم اكسبوا الاهلي او لا تكونوا هذا الموسم. بيخليني افرق عن بيراميدز ب5 نقط. في حالة فوزه على الاهلي بيخليني ان انا افرق عن الاهلي ب8 نقط، بيخليني احسم الدوري. طب لو الاهلي كسب بيراميدز بيخليني الفرق بيني وبين بيراميدز 8 نقط، بضمن مقعدي رسمي في دوري ابطال افريقيا. هو ده التارجت. طيب انت ممكن تختلف معايا وتقول لي لا انا عايز اخد الدوري. هقول لك بالمنطق وبالعقل وبكل حاجه، انا السنه دي داخل السنه دي بالسكواد بتاعي بالتدعيمات اللي انا جبتها. عندي مشاكل كتير وعندي ازمات كتير وعندي حوارات كتير. عايز اخد الدوري؟ طبعا عايز اخد الدوري. عايز تاخد الكونفدراليه؟ طبعا عايز اخد الكونفدراليه. بس لو انا ما خدتش الدوري او ما خدتش الكونفدراليه، ايه التارجت بتاعي؟ تختلف معايا ان انت عايز تلعب دوري ابطال السنه الجايه؟ هل انت كنت شايف قبل كاس افريقيا ان الزمالك هيلعب دوري ابطال؟ لو انت قلت معلش يا صاحبي بيني وبينك كده انت بتكذب. معلش يا صاحبي بيني وبينك كده انت مش صريح مع نفسك. انا صريح مع نفسي. انا صريح مع نفسي وبقول لنفسي الحقيقه. انا اقل سكواد في الثلاث فرق اللي هم زمالك، بيراميدز، اهلي. طيب هتقول لي يعني انت رميت الفوطه؟ هقول لك لا، انا هكسب لان انا عندي جمهور. هو العنصر المؤثر في كل المعادله الكرويه المصريه. واللي يغفل ده يبقى مجحد. اللي يغفل ان الزمالك جمهوره هو الطرف الاصعب في المعادله بتاعه الكوره في مصر يبقى عنده مشكله في التفكير. هنروح شويه للناس الاهلاويه اللي هم بيقللوا من انجاز الزمالك السنه دي. عايز اقول لكم حاجه، ما ينفعش تقارن حد عنده كل مقومات النجاح بشخص لا يمتلك في كل مقومات النجاح الا الجمهور. هتقول لي ايه الكلام الكبير دوت؟ هتقول لي ايه الكلام المجعلص دوت؟ هقول لك معلش يعني خلينا صراح مع بعض، والصراحه هي اللي هتخلينا نواجه نفسينا بالحقيقه. اللي محتاجينه من لعيبه الزمالك ومن كابتن معتمد جمال قبل ماتش بيراميدز محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا ننزل واحنا مصدقين ان احنا هنكسب. فكره ان انت تحط في دماغك والله انا نازل اكسب بس لو اتعادلت مش وحش، لا مش عايزها. مش عايزها ومش هتنفعني ومش هتخليني اعمل اللي انا عايزه خلال الماتش. الماتش دوت بالذات. هتقول لي العب ضغط عالي، هقول لك غلط. هتقول لي دافع خالص واركن الاتوبيس، هقول لك غلط. جيم متوازن. شفت جيم شباب بلوزداد؟ انا عايز العب جيم متوازن بس بحلول هجوميه اوضح واسرع. ما ينفعش ان انا انزل بكابتن عبد الله السعيد وكابتن فتوح الاتنين فوق راسي، بس الاتنين في نص الملعب كتير. طب ما تخليني اجرب كده ربيع وشحاته وقدامهم مثلا عبد الله السعيد وفتوح يلعب كباك ليفت ويبقى معايا محمود بنتايج كورقه. طب ما نشوف كده بنتايج كوينج ليفت واريح الدباغ كورقه. في حلول كتيره كابتن معتمد جمال غير ان انا اضحي بنص ملعبي بفكره فتوح وعبد الله السعيد. صدقني الاتنين في اللي هم يجيبوا لك الكوره مش افضل حاجه. الاتنين في المجهود البدني مش افضل حاجه. انا عايز استفيد بالاتنين. عايز استفيد بالاتنين بكل واحد فيهم في مكانه. عايز استفيد بالاتنين ان انا اقدر اخد منهم اكتر حاجه ممكن تفيدني كزمالك في الماتش. يبقى اسمعني،
اسمعني يا كابتن معتمد جمال، هتقول لي هو انت بتزود على كابتن معتمد جمال؟ ده الراجل عامل كل حاجه حلوه وعلى راسي من فوق، بس هي وجهه نظر تتسمع، يمكن تعجبك ما تعجبكش برضو، انت على راسي. يبقى من وجهه نظري التشكيل اللي نبدا بيه ماتش بيراميدز: لحراسه المرمى مهدي سليمان، باك رايت محمد ابراهيم، اتنين قلب دفاع: محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، احمد فتوح. ربيع: شحاته، عبد الله السعيد، بزيرة، ناصر منسي، محمود بنتايج. معاك شيكو بنزل للاسف بره، معاك الدباخ بره، معاك محمد السيد بره، معاك ادم كايد بره، معاك حلول. يبقى دوت، انا نزلت متوازن، انا نزلت مش عايز نص الملعب يتسرق مني. قدرت ان انا كاحمد ربيع ومحمد شحاته عملت بيهم عمق في نص الملعب، قدروا ان هم يغطوا الباكات محمد ابراهيم وفتوح لو تقدم هجومي. خليت برضو محمود بنتايج بيساعد مع فتوح في جبهه الشيبي لو الشيبي لعب الماتش. يبقى في نفس الوقت انا عملت لنفسي حلول هجوميه، بالذات ان انا محمود بنتايج مميز في العرضيات. الناحيه الثانيه في بزيرة، في محمد ابراهيم عنده حلول هجوميه، عنده جرأه هجوميه افضل طبعا من الكابتن عمر جابر اللي ليه كل الاحترام. دي وجهه نظري في التشكيل، دي وجهه نظري ان انا عايز اكسب بيراميدز. انت برضو ممكن تكتب لي في الكومنتات وجهة نظرك في التشكيل. عايز اسمع الناس وعايز اسمع اراء الناس، عشان خاطر الاختلاف في الكورة ده شيء صحي جدا، والاختلاف في الكورة هو ده الطبيعي. لان في مدربين وفي ناس وفي كل واحد وليه طريقة تفكير، كل واحد وطريقة لعب معينة عايز يشوفها. يبقى الصح ان احنا ماتش بيراميدز دوت نديله اهتمامه. خلاص نقفل صفحة الكونفدرالية، قفلنا صفحة الكونفدرالية. ماتش بيراميدز اللي هو هيكون بالنسبة لي زي ما أنا قلت في الفيديو ومش عايز أكرر كلامي، هو النقطة المفصلية في الموسم، هو النقطة اللي بتقول لي يا زملكاوي أنت نجحت السنة دي في تحقيق التارجت بتاعك. إحنا بنعمل مشروع، كابتن جون أودوارد موجود وجه وقال لك إحنا عندنا مشروع عايزين نعمله. أول خطوات المشروع ده إن أنا السنة اللي جاية العب دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله الزمالك في دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله باذن الله الزمالك بطل الدوري، ان شاء الله الزمالك بطل الكونفدراليه. كل جمهور الزمالك عايز اسمع ارائكم في الكومنتات، الكلام اللي بقوله دوت منطقي ولا مش منطقي؟ ولو وصلت معايا للنقطه دي في الفيديو يبقى انت حبيبي. وكل الناس طبعا على راسي من فوق. يا ريت اشتراك، يا ريت لايك، يا ريت كومنت، يا ريت تعمل شير للفيديو. احنا يعني بنعمل المحتوى ليكم وبنكبر بيكم، وشكرا ليكم.